ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اكلمكم النهارده عن هرمونات السعاده. انتوا عارفين ان في هرمونات اسمها هرمونات السعاده؟ ايه هرمونات السعاده دي؟ هرمونات السعاده دي هما 4 هرمونات. الاربع هرمونات دول لما بيتفرزوا في جسمك انت بتحس ان انت مبسوط، بتحسن مزاجك، بتحس ان المود بتاعك يتحسن. ايه هما الهرمونات دول؟ هما 4 هرمونات زي ما قلت لكم: السيروتونين، الدوبامين، الاندروفين، الاوكسيتوسين. الاربع هرمونات دول انا ممكن اخلي جسمي يفرزهم بحاجات طبيعية. يعني هنشرح بعد كده ايه هي الحاجات اللي ممكن تخلي الاربع هرمونات دول يتفرزوا في جسمي، فبالتالي مودي يتحسن. هو ده اللي هنقوله النهاردة. طيب نكمل. دلوقتي لو هنتكلم عن الدوبامين مثلا، هو الدوبامين معروف ان هو هرمون الانجازات. يعني ايه هرمون الانجازات؟ يعني كل ما تنجز مهمة معينة او تحقق تارجت معين او جول معين الهرمون ده بيتفرز. طيب انا اقدر اعمل ده ازاي؟ بطريقة بسيطة. ابسط حاجة انك تيجي بالليل تعملي تجيبي ورقة وتكتبي فيها تو دو ليست. يعني ايه تو دو ليست؟ يعني مثلا 5 حاجات انا هعملهم بكرة. طيب ده يخلي الدوبامين يتفرز لما تصحي تحققي ال5 حاجات دول، حتى لو كانت حاجات بسيطة جدا. طبعا هتخلي الدوبامين يتفرز. طيب زي ايه الحاجات اللي ممكن اكتبها؟ يعني مثلا تنظيف مكان معين، مثلا انك هتقري قرآن، مع ان يعني المفروض ان دي حاجات يومية، انك تقري قرآن تبقى حاجات يومية. انك مثلا انك مثلا هتقري كتاب معين، او انك هتروحي تشتري طلبات معينة. 5 حاجات مهام يوميا. او لو انت في الدراسة فانا بحدد جزء معين هذاكره. فدي بنسميها قائمة تو دو ليست. قالك في حاجات تانية برضو من ضمن يعني الانجازات، انك create something. يعني ايه create something؟ يعني انك تبدعي في حاجة، او يعني تنتجي حاجة. زي مثلا ايه؟ يعني الناس دايما اللي هم عندهم هوايات ان هم يكتبوا شعر، او ان هم مثلا في فنون كده اللي هي هوايات كده. مثلا الناس بيشتغلوا، البنات بيشتغلوا كروشيه او تريكو. الحاجات دي ان هي بتنتج عمل فني في الاخر. دي بيتفرز عندها هرمون الدوبامين، انك تفضلي تشتغلي وفي الاخر بتنتجي عمل فني معين. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن تخلي عندك الدوبامين. طيب غير كده في حاجات تانية. يعني اكل ممكن ناكله. بس هو الهرمونات عموما يعني معظمها يا اما من بروتين، مشتقة من بروتين، يا اما مشتقة من دهون. فالمشتقة من دهون، لو كلتي دهون صحية هيتحسن عندك الهرمونات دي. المشتقة من بروتين، لو كلتي بروتين هيتحسن عندك الهرمون ده. فعندك مثلا هرمون الدوبامين مشتق من امينو اسيد اسمه تيروسين. طيب التيروسين ده ممكن الاقيه فين؟ الاقيه في معظم الاكل اللي فيه بروتين. يعني مثلا منتجات الالبان، عندك الدواجن، يعني اللحوم البيضاء او الحمراء. يعني هتلاقي اي حاجه، اي هرمون من البروتين، ايه اللي يطوره، ايه اللي يفرزه؟ اللي يفرزه انك لو كلتي اكل فيه بروتين. طيب اخر حاجه بقى في الدوبامين، ان هي حاجه لذيذه قوي للبنات، ان السيلف كير. يعني ايه السيلف كير؟ يعني انك تهتمي ببشرتك، تهتمي بجسمك، تهتمي بشكلك. الحاجات دي بتحسن المزاج. يعني انك مثلا تعملي ماسك مثلا كل يوم، انك تحطي مكياج، انك مثلا تستشوري شعرك. اي حاجه من الحاجات دي تخلي الدوبامين يتفرز. في حاجه كمان في تحقيق الجولز. في جولز انا قلت لكم ممكن تحققيها على يعني مدى قريب، اللي هي تو دو ليست، ان انت تختاري 5 حاجات وهتعمليهم تاني يوم. في حاجات تانية بتبقى على اللونج تيرم بقى، ان هو يعني على المدى البعيد، انك ممكن مثلا عايزه تخسي، فانت مش هتخسي في يوم.
فانتي ممكن مثلا تحددي ان انا عايزه اخس مثلا 5 كيلو في الشهر، وتبداي تعملي دايت، وانس حققتي التارجت ده انك خسيتي 5 كيلو في الشهر، الدوبامين هيتفرز. يعني طول ما انتي ماشيه ستيبس تحققي التارجت ده، الدوبامين بيتفرز. يعني النهارده خسيتي مثلا 200 جرام، تاني يوم خسيتي 300 جرام مثلا. يعني ف يعني الخطوات الصغيره دي عشان تحققي تارجت كبير في خلالها الدوبامين بيتفرز. فدي طرق كتير ممكن بيها تحسني الدوبامين. طيب بعد كده تاني هرمون اسمه اوكسيتوسين. طيب هو اسمه ليه اسم تاني بيسموه لاف هرمون. ليه بيسموه لاف هرمون؟ عشان هو مرتبط افرازه يعني بالعلاقات، يعني العلاقات الاجتماعيه. يعني مثلا لما تحضني حد، ممكن يكون مامتك عادي، تحضني حد، تسلمي على حد، بالفيزيكال تاتش، يعني لما تلمسي حد الهرمون ده يتفرز عندك. طيب حاجة كمان، لما تساعدي حد تاني، يعني حتى احنا يعني تتصدقي مثلا، يعني دي ابسط حاجة، يعني انك مثلا طلعتي مبلغ، انت حاسه، حتى لما بتساعدي حد او لما تصدقي بتحسي ان انت مبسوطة، بتحسي ان انت مرتاحة. طيب ايه كمان يحسن الهرمون ده؟ حاجة كمان تحسن الاكسيتوسين، انه الكولد شاور. يعني ايه؟ انك تاخدي شاور بمية ساقعة. فهم اكتشفوا ان الكولد شاور بيحسن افراز الهرمون ده. بعد كده هرمون السيروتونين. طيب ده الاقيه فين ده؟ قالك ان لما بتتعرض، يعني يزيد ازاي او يتفرز في الجسم ازاي؟ قالك لما بتتعرض لأشعة الشمس الهرمون ده بيتفرز. طيب لو انتي يعني يوميا بتروحي شغل او بتروحي بتخرجي للدراسة، فانتي كده كده بتتعرضي لأشعة الشمس. طيب لو انتي مش العادي بتاعك انك تخرجي كل يوم لشغل او لدراسة، او مش ده الطبيعي، يعني ان كل يوم تتعرضي للشمس. طيب يعني ممكن تقعدي في البلكونة نص ساعة في أشعة الشمس، او هنفتح وندخل أشعة الشمس في البيت كله. المهم ان جزء من يومك انتي تعرضتي لأشعة الشمس. طيب في حاجة كمان، فيتامين دي. لما بتاخدي فيتامين دي الهرمون ده بيتحسن. طيب فيتامين دي ده الاقيه فين؟ هو من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. فلو كلت دهون صحية هلاقيه فيه. زي مثلا اني اكل الاسماك اللي فيها دهون، زي الماكريل، السلمون، السردين. دي اسماك فيها دهون، فممكن الاقي هلاقي الفيتامين دي فيها. طيب في حاجة كمان، ان الهرمون ده اساسه بروتين. يعني هو مشتق من بروتين، فهو اللي مشتق من امينو اسيد اسمه تريبتوفان. طيب فانا قلت لكم انه اي هرمون مشتق من بروتين، يبقى الحاجات الاكل اللي يساعد على افرازه هو البروتين. فكلي بروتين كويس هتلاقي الهرمون ده اتفرز. في حاجه كمان ممكن تساعد على افراز الهرمون ده، قالك العطور. آه بس دي حاساها حاجه طبيعيه، يعني احنا لما بنشم عطر بنبقى مبسوطين يعني. فقالك الزيوت اللي هي الطياره، اللي هي بيتعمل منها العطور، بتساعد على افراز الهرمون ده. طيب اخر هرمون اللي هو الاندروفين. الاندروفين قالك ايه الاكل اللي يزوده او يساعد على افرازه؟ قالك السبايسي فود، الشطة والاكل السبايسي، او الدارك شوكليت. طيب يعني انا ممكن اجيب كاكاو، وكل يوم كل يوم اعمل مشروب كاكاو، ده يحسن قوي الاندروفين. طيب قالك في حاجة كمان، ايه كمان؟ حاجة غريبة، الضحك والعياط. يعني انك مثلا تشوف حاجة كوميدي فتضحك او تعيط. بس تعيط دي انا مستوعباها، لانه آه، يعني انت فعلا يعني لما بتعيطي بتحسي انك بعدها ارتحتي يعني. فده بسبب ان الاندروفين بيتفرز. طيب في حاجة بقى مشتركة في الاربع هرمونات، الاكسرسايز. وفي حاجة كمان مشتركة، البروبايوتيك. ايه البروبايوتيك؟ اللي هي الأطعمة اللي بتخلي البكتيريا النافعة تنمو في المعدة والأمعاء. اللي هي ايه؟ اللي هي الزبادي، اللي هي المخمرات، زي الزبادي، زي المخللات. اي حاجة مخمرة، فيرمنتد،
بتخلّي بيبقى اسمها probiotic، بتخلّي البكتيريا النافعة تنمو، فبالتالي بتحسّن أوي هرمونات السعادة وبتحسّن المزاج والmood وكده.